كان ظالما جائرا فإنه إلى زوال، وإن بقى مدة قصيرة. يجعل الله سبحانه وتعالى من الظلمة عبرة للمعتبرين، يلعنهم التاريخ جيلا بعد جيل. والحاكم العادل يبقى شامخا، إن مات فموته شهادة، وإن عاش فعيشه عزة وكرامة. أما الحاكم الظالم فحياته كلها مليئة بالخوف والوجل، يحسب كل صيحة عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، يملي، لكن حينما يأخذه ويأتي يومه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك إذا أخذ ربك القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظلم محرم في جميع الشرائع وفي جميع الأديان، بل في جميع القوانين الوضعية وغيرها. ليست هناك أمة عاقلة ترضى بالظلم أبدا، وهو محرم في شريعة الإسلام حرمة شديدة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حلقتنا اليوم مشاهدي الأكارم هو يوم المعتقل، يوم المعتقل المظلوم الذي اعتقل ظلما وعدوانا وبغير حق. لماذا يقال هذا الكلام؟ لم تتم هناك أي محاكمة قانونية، ولم تظهر للعدلاء والحكام أي إعلان حول هذا الموضوع. ولذلك كان واجبا على الأمة الإريترية بشعبيها المسلم والمسيحي أن يتحدثوا عن هذا الموضوع. باسمكم جميعا مشاهدي الأكارم نستضيف الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الأفريقي، والأستاذة أسمهان نعمان من خارج الاستوديو. أهلا بالضيفين الكرام، ونبدأ الحوار. دكتور حسن سلمان، 14 من إبريل، لماذا هذا التاريخ بالذات، وما هي دلالاته ناحية مجتمعنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت موضوع العدل هو قيمة لكل المجتمعات، ويبقى مع العدل تبقى الشعوب وتبقى الأمم وتبقى الدول، ومع الظلم تنهار المجتمعات. وبالتالي المدخل حقيقة إلى هذا الموضوع هو مدخل حقوقي محض وليس مدخلا سياسيا. الحديث في هذه المسألة يتم من زاوية الحقوق ومن زاوية العدل كقيمة مطلقة يفترض أن لا يفرط فيها المجتمع، بغض النظر عمن يحكمه، سواء كان الذي يحكمه يتفق معه سياسيا أو لا يتفق معه سياسيا. حقيقة بالنسبة للدولة الأريترية منذ نشأتها، منذ 91 تحديدا، مرت بمجموعة من الاعتقالات طالت عدد من الشخصيات ومن مختلف الاتجاهات أيضا. بدأت تقريبا المسألة بعد 91 مباشرة. يمكن بدايات الاعتقالات كانت من 92 وقبل أن تحصل حتى عملية الاستفتاء، وتتابع بعد ذلك ما بين دعاة وما بين علماء وما بين قساوسة وما بين رجال إدارات أهلية وأعيان ووجهاء وما بين تجار وما بين كذلك سياسيين. فعلى كنت تتابعت حالات الاعتقال، وبالتالي بدأ المهتمين بالشأن الحقوقي من الناشطين الإريتريين في الخارج حول محاولة الاهتمام بهذه الحالة، هذه الظاهرة
التي فيها انتهاك لكرامة الإنسان وحقوقه ومخالفة لكل القوانين كما تفضلت الشرعية والقوانين الأرضية. فكان لا بد من الاهتمام بهذه الظاهرة. تعود الناس عموما في واقعنا المعاصر على أنه يكون هنالك يوم يشار إليه بأنه والله يتم من خلاله إحياء هذه الحالة وتناولها بشكل أكبر، دون أن يكون ذلك بطبيعة الحال تتوقف سائر الأعمال في خلال السنة، يعني ستظل هنالك أعمال. وبالتالي نظر الناشطون في موضوع ما هو اليوم اللي ممكن نحن نعتبره للمعتقل الإريتري. فكانت المسألة على كل فيها تباينات كثيرة جدا، لكن رأى الإخوة أقدم ظاهرة اعتقال وأول ظاهرة اعتقال نجعلها هي النقطة التي يكون فيها البداية. كانت هذه تقريبا النقطة التي وقع عليها الناشطون والمهتمين بالشأن الحقوقي، على أن تكون يوم 14 أبريل هو اليوم الذي يتم فيه باعتبار أول يوم حصل فيه يعني اعتقال ما بعد التحرير. يعني طبعا في اعتقالات كثيرة جدا قبل التحرير في العهد الأثيوبي في فترة الاستعمار، لكن نحن نتكلم في العهد الوطني، يعني بعد أن صارت الدولة الإريترية هي دولة يحكمها من أبناء الوطن الإريتري. فتم اختيار هذا اليوم. بطبيعة الحال قد يكون محل اتفاق وقد لا يكون، لكن الغالبية الآن من الناشطين والحقوقيين صاروا يهتمون بهذا اليوم ويتفاعلون معه ويعتبرونه فعلا يوما يمكن في المستقبل طبيعة الحال الناس إذا أتيحت لها فرص داخل أرضها أن تحدد الأيام. يعني هنالك اليوم الوطني، هنالك يمكن أن تحدد الأيام بشكل دستوري، ولكن حاليا على كل هو يوم توافقي توافق عليه الناشطون، وبالتالي كانت 14 أبريل. جميل. نعم. جميل. أستاذة أسمهان، نرحب بك ونقول أنت ناشطة حقوقية. هذا اليوم الذي هو 4 أبريل، ما الذي قدمه الناشطون والحقوقيون من خلال ذكراهم وتعدادهم لسنوات مضت لأكثر من 2.5 عقد؟ ما الذي أنتجه هذا اليوم وهذا الاحتفال وهذا الذكرى؟ حقيقة يعني نريد أن نرى ثمارا. ما تقولين في هذا أختي الكريمة؟ أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معلش صوتي واضح عشان عندي شوية مزكمة. ألف سلامة عليك. ألف سلامة. الله يسلمك. أحب أحيي ضيفك الأستاذ الدكتور حسن سلمان. صراحة كفى ووفى، بس إضافة بسيطة بجانب الأشياء اللي ذكرها. أيضا هو اليوم اللي تم فيه اعتقال عدد كبير من جميع المدن الإريترية. بالنسبة لسؤالك ماذا أنجز؟ الناس دائما تتوقع الإنجاز يكون مثلا بمعرفة أماكنهم، بإطلاق سراحهم، بالضغط والأشياء هذه. هذه أهدافنا أكيد، ولكن نحن كإريتريين أو وناس، حأبدأ بنفسي أنا. لم أكن أعلم عندما قبل 14 أبريل ما كنت على دراية بالعدد أو الكم الهائل من الإخفاء القسري اللي تم بحق هؤلاء. فقط كنت أشارك مثلا في مناسبة هنا وإحياء هناك، ناس قلال جدا اللي يذكروا أهاليهم. الحملة دخلت كل بيت إريتري وبدأوا يهتموا بها القاسي والداني، حتى بدأنا نطلع خارج الإطار أو المجتمع الإريتري. عايزين نسمع كمان الإطار الإقليمي العالمي، الناس كلها تعرف ظروف ووضع أهالينا اللي تم اعتقالهم. فهذا بالنسبة لنا يعتبر إنجاز كبير جدا، وبعد كده تترتب عليه الحاجات الثانية بإذن الله تعالى. لكن فترة 26 سنة يعني كانت كفيلة 1 أو 2 للوصول لهذه الإنجازات التي ذكرتيها أستاذة أسمهان، لكن يبقى الأمر كما هو. كل عام فقط نذكر أسماءهم ونحزن على فراقهم ونحزن لعدم معرفة أي خبر عنهم. أعتقد أن ذلك يعني لا يكفي في وجهة نظري. ما هو تعليقك على هذا؟
أكيد لا يكفي. الحملة بدأت لها من 2015، يمكن 7 سنين 8 سنين. بدايات الحملة كانت في تعرض لأشياء كثيرة، التقليل من شأن العمل، وما زالت أيضا إنه في ناس ما يروا جدوى في إقامة الذكرى السنوية هذه وكذا. ولكن حاليا خلال السنة اللي مضت تم تسجيل الحملة قانونيا، وبعد كده نقدر بإمكاننا التواصل بشكل قانوني والعمل بشكل قانوني في كل المحافل الدولية. فتم أيضا توثيق الشهادات، وهذه أكبر مهمة أن إحنا دائما بنحاول ننجزها، لأنه في كمية حتى بالأمس في أعداد وصلت أو أسماء تتواصل في إنه أبوه معتقل، عمه وأخوه ومش عارف إيه وكذا وجاره. فبنوثق بإذن الله، فبشكل قانوني الآن نستطيع التحرك والعمل إن شاء الله. هذا أستاذة أسمهان يوم المعتقل، أنت تقولين الآن ثبتموه قانونيا. هل التثبيت القانوني حدثينا عنه، ماذا تقصدين؟ هل أخرجتم مثلا جهة حقوقية، أو أنكم لديكم محاميين دوليين يدافعون عن هؤلاء؟ ما هي بالضبط الخطوات القانونية التي قمتم بها؟ التثبيت القانوني هو تسجيل الحملة قانونيا في بريطانيا. حيكون بإذن الله إن شاء الله نسعى لأن يكون لدينا مكتب عمل. التواصل مع الجهات القانونية، التواصل مع الجهات القانونية ما ينفع نتواصل مع جهات قانونية إنه أنا أهلي كذا، ما في دلائل، ما في توثيق، ما في وثائق، ما في يعني بشكل زمان كان يتسلن فقط حملة للتوعية. حاليا عندنا الوثائق، إثباتات، مع الجهات القانونية اللي موجودة في بريطانيا دوليا. نقدر نشارك في المحافل اللي تتم دوليا في المحافل بتاع حقوق الإنسان وكذا. فحيكون العمل بشكل منظم وأفضل بكثير الآن إن شاء الله. طيب، بارك الله فيك. دكتور حسن، برأيك فيما يتعلق من اليوم العالمي أو يوم المعتقل الإريتري، خلينا نسميه العالمي، هل كان له تأثير، كان له تأثير إقليمي أو عالمي خلال 5 أو 7 سنوات التي مضت حسب ما ذكرت لنا الأستاذة أسمهان؟ نعم، هو حقيقة أنا أضيف بس بعض الإضافات حول ما الذي أحدثه هذا اليوم. يعني حقيقة ما قبل هذا التاريخ الذي تكلمت عنه من 2015، قبله لم يكن هنالك اهتمام جماعي، على الأقل خلينا نقول باهتمام جماعي بموضوع المعتقلين، وبالتالي كان الجهل هو السائد. يعني كثير من الناس مثلا لا يعرف، بينما أنت من الناحية الحقوقية أقل ما يجب تجاه هؤلاء المعتقلين أنه والله شعوبهم تعرف عنهم، وأسرهم تحس بأن هنالك تضامن اجتماعي معهم. يعني ليست القضية قضية المعتقل فقط، ولكن لا تنسى أنت هؤلاء المعتقلين خلفهم أسر، خلفهم أولاد، خلفهم يعني عوائل، وبالتالي هذا النوع من التضامن المجتمعي هذه كانت أيضا واحدة من الأهداف بتاعة الحملة. النقطة الثانية أيضا كان هنالك شعار مرفوع من ضمن الأهداف بتاعت الحملة، وهو تلمس أوضاع هذه الأسر وما وصلت إليه وأوضاعها المالية والاجتماعية والمعيشية، لأنه هذا أيضا يفترض أن يكون واحد من الأهداف بتاعت الحملة. فالقضية ليست فقط أنه والله المعتقل يخرج أو لا يخرج، لأن المعتقل تداعيات اعتقاله ليست فقط على نفسه، للأسف الشديد يعذب معه أيضا آخرون، يعذب آخرون مثل أولاده وأسرته إلى غير ذلك. فعلى كل كان هذا الجانب أيضا من الجوانب المهمة جدا. النقطة الثالثة، كثير من المنظمات الحقوقية لم تكن على دراية وعلم حقوقي وقانوني بالأوضاع في الداخل. وأنا أذكر من 2015 يمكن لما الناس بدأت في موضوع الحملة تواصلت معنا عدة جهات حقوقية، منها مثلا هنا كان في تركيا حملة عقدناها وتواصلت معنا جهات حقوقية تركية وشاركت معنا في
في ندواتنا وفي برامجنا، ثم حاولوا أيضا أن يقولوا لا بد من تزويدنا بالملفات حتى أيضا نحن نساعدكم في المنظمات الدولية، خاصة منظمة هنا منظمة مظلوم دار، يعني منظمة معنية بهذه الملفات. أيضا تواصلت معنا في ذلك الوقت منظمات في بلجيكا، وأذكر كان منظمة بلجيكية تخضع مباشرة للملكية البلجيكية عموما، وتابعت معنا وكان تريد أن تتبنى الملف الإعلامي للموضوع بتاعة المعتقلين. وأذكر وقتها على كل الناس أيضا سعت في هذا الاتجاه، وكان النقطة الأساسية اللي أنت ما يمكن تبدأ لا في إعلام ولا في تحريك قانوني هو الحصر. لاحظنا قبل الحملة يعني واجهت الحملة معاناة كبيرة جدا في تسجيل الناس بس أقرباء، الكل خائف، يعني يخشى بأنه يقول لك الله أنا والدي معتقل، يقول لك والله سيتضرر. طيب هو أصلا أنت لا تعرف والدك نفسه حي ولا ميت، وبالتالي تحريك ملف أفضل لك من أن يكون مسكوت عنه. فكانت الحملة في البداية تواجه مشكلة ضخمة جدا في التسجيل، في أن يقول لك والله أنا عندي شخص. ثم شيئا فشيئا الحمد لله الناس بدأت يعني تتفاعل مع ثم جاءت مرحلة أخرى وهي الناحية الإقليمية والدولية. جاءت ظروف سياسية، حتى نكون دقيقين، جاءت ظروف سياسية دولية جعلت إريتريا في واجهة المتابعات الحقوقية. يعني 2009 من 2009 و2011 و2013 هذه الفترة إريتريا كان دخلت كما تعرف دخلت في مشكلة في الصومال، دخلت في مشكلات في جيبوتي، دخلت في مشكلات مع أثيوبيا. فالمجتمع الدولي نظر الآن إلى الزاوية السياسية الأمنية، إنه والله إريتريا صارت تعمل مشكلات تهدد الأمن القومي. وهذه طبعا نحن كناس مثلا متابعين ملفات حقوق الإنسان مأخذ كبير جدا إنه والله المجتمع الدولي يكون التفاته إلى الناحية الحقوقية من زاوية أمنية وشنو؟ زاوية أمنية وسياسية. لكن مع ذلك بالرغم من أنه لا نرى نحن توظيف الجوانب الحقوقية من ناحية سياسية، لأنه هذا للأسف الشديد ما انتهت إليه في النهاية الحالة الدولية بالذات، عملوا مفوض دولي متعلق بمتابعة الملف الحقوقي الإريتري. حصل مبعوث أممي تقريبا وشخص معني بمتابعة الملف الإريتري. ظلت الحملة وناشطين آخرين الآن لما وجد مبعوث دولي تتفاعل مباشرة مع هذا المبعوث الدولي للتعامل معه وفق ما عندها من أرضية معلوماتية. ما الذي استفاده المعتقل الإريتري؟ ما هي القصة يعني تحتاج زي ما قلت لك إلى إنه المجتمع الدولي يكون ضغط حقيقي في هذا الاتجاه. يعني حتى الآن نحن للأسف الشديد لم نصل إلى مستوى الضغط. صحيح حصل إلى 2018 اللحظة اللي حصل فيها اتفاق السلام بين أبي أحمد وبين النظام، كان الضغط كبير ووصلت مرحلة إنه والله خلاص يحول هذا الملف إلى الجنائية الدولية. يعني كان يمكن لو تمت إدانة النظام وثبتت هذه المعلومات، يمكن التوثيق الذي حصل، طبعا النظام رفض التعاون ورفض أنه يستقبل البعثة الأممية، فظلت البعثة تعمل في الدول المجاورة، تعمل في أثيوبيا، تعمل في السودان، تستقبل المعلومات في الخارج. الذي حدث على كل تشكلت الآن في ما يعرف بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ملف مفتوح حتى هذه اللحظة، والبعثة الأممية في كل سنة تقدم تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان، والضغط مستمر على النظام. آخر مرة طبعا الشيء اللي كانت المفارقة اللي شوية الناس اتفاجأت منها وكانت غريبة جدا، هي كيف إنه والله دولة متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان وملفها في حقوق الإنسان غير جيد تظل هي مثلا ترشح من المجموعة الأفريقية بأن تكون هي إيه عضو المجموعة الحقوقية في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وهذه كانت طبعا صادمة حقيقة لكثير من الناس، وفهم وقتها بأنه والله أحيانا تجير الملفات الحقوقية فعلا للضغط على النظام وليس لإخراج هؤلاء المعتقلين. نحن لا نستطيع حتى هذه اللحظة أن نتكلم عن أنه في فائدة دولية حصلت لهؤلاء المعتقلين، بالرغم من أنه خلال السنتين الماضيتين حصل بعض إطلاق سراح، يمكن 3 أو 4 سنوات الماضية حصل إطلاق سراح لبعض الشخصيات. لا نستطيع أن نزعم بأنه والله كان بسبب ضغط الحملة أو ليس بسبب ضغط الحملة، لكن حصلت لأنه في كل سنة مطالبة الدولة الإريترية بأنه والله تفتح سجونها تبين مصير هؤلاء المعتقلين وأوضاعهم، فحاصل على كل هذا الضغط. ففي تقديري لو لم يكن هنالك حملة ضاغطة شعبيا ما أحد أصلا من الناحية الدولية يلتفت إليك بأنه والله فعلا عندك معتقلين أو ليس عندك معتقلين. لكن ألا ترى يا شيخ حسن أن الشعب الإريتري قصر في هذا؟ لأنه يعني كما تقول أستاذة أسمهان أن الحملة بدأت في عام 2015
وهؤلاء المعتقلين اعتقلوا منذ عام 94. نعم. منذ عام 94، فهذه أكثر من 26 سنة وهم في المعتقل. يعني 20 سنة الشعب الإريتري ساكت على إخوانه المعتقلين. نحن لا نناقش هنا من جهة سياسية، نحن نناقش هنا من جهة حقوقية كما تفضلت. المعتقل حينما يسجن ل20 سنة لا يعرف فيما سجن، ولم تقدم له محاكمات واضحة، وشعبه وأهله وحتى جيرانه في يعني في استغراب وفي مشقة شديدة في عدم معرفته حال هذا المصير. يعني 20 سنة، لماذا سكت الشعب الإريتري؟ نعم. هو بس من باب التدقيق، يعني هي الأخت أسمهان ربما ذكرت تاريخ الحملة لكن لم تذكر تاريخ المتابعات الحقوقية. الحملة بدأت 2015، لكن لا يعني ذلك أن ملف حقوق الإنسان لم يكن متابعا قبل ذلك. أنا حسب معرفتي مثلا كان هنالك مركز سويري لحقوق الإنسان مقره السودان، وكان بنفس الطريقة يتابع الأدوار الحقوقية ويعمل إرشيف ويعلن سنويا مؤتمر الحقوقي ويتابع. وأعرف أيضا بعض الناشطين الحقوقيين مثل الأخوة إسلام كداني مثلا من الإخوة المسيحيين مهتمين كانوا أيضا بملف المعتقلين من الطرف الآخر بالذات. هي يعني الشيء دار أقوله ما كان والله البداية من 2015 الحملة بهذا المسمى حملة يوم المعتقل كحالة زخم إعلامي وتحرك شعبي وأن تأخذ فعلا بعد أكثر من بعد المراكز البحثية بدأت 2015. لكن ما قبلها مركز سويرة كان فيما أذكر يمكن نهايات الألفية الثانية بادئ في النشاط وفي العمل، وكذلك المجموعات الحقوقية كانت بادئ. لكن لم تأخذ هذه المسألة حظها من المتابعة والتدقيق والتحريك الدولي ومحاولات جمع التبرعات لإيجاد محامين. يعني أعرف مثلا في بعض الاتجاهات وصلت إلى مرحلة إنه والله ما الملفات منذ فترة قبل 2015 مستلمين محامين ويعملوا عليها. ولذلك ما قبل هذا التاريخ مثلا واحدة من الإشكالات اللي كانت موجودة، ما قبل هذا التاريخ المنظمات الدولية كانت تتصور فقط المعتقلين في داخل إريتريا هم مسيحيين مثلا، ودي كانت وتخرج التقارير الدولية بأنه والله في انتهاكات حقوق إنسان للمسيحيين في إريتريا ويذكر طائفة معينة. لكن الحملة على كل أظهرت على الأقل أنه لا، الأمر ليس هكذا، المعتقلين أوسع من الدائرة التي تتكلمون عنها. لكن خلينا مع ذلك نحن نقول بأن والله الشعب الإريتري كشعب مهمته فيما يتعلق بهؤلاء أكبر بكثير مما يبذل حتى هذه اللحظة، لا على مستوى الضغط الحكومي ولا على مستوى والله أن متابعات أوضاع الناس المعتقلين وحل قضاياهم ومتابعة مشكلاتهم. لا نستطيع أن نقول بأن والله تعفى أو يعفى الشعب من مسؤوليته في هذا الجانب، والتقصير حاصل. طيب أستاذة أسمهان، أنت ذكرت حفظك الله أن ثمة جهود في بريطانيا لفتح منظمة حقوقية أو أنكم فتحتموها. يعني نريد منك أن تذكري لنا أبرز الخطوات التي قمتم بها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل النظام في داخل إريتريا يعني كان له يعني هل تأثر من خلال ضغوطات يوم المعتقل في بيان، في حين أن الذي يشاهده الشعب الإريتري اليوم ويتابعه أن الاعتقالات ما زالت مستمرة، خصوصا لو رجعنا إلى فترة استشهاد الوالد موسى محمد نور رحمه الله. بسبب وفاته تم اعتقال عدد كبير، حتى الآن هناك لجان لا تزال في المعتقل ولا يدرى ما هو حالهم حتى الآن. فهذان سؤالان أقربها لك. أيضا هل لكم جهود في التواصل مع سفارات الدول من خلال منظمتكم التي أنتم انشأتموها، سفارات الدول التي لديها أيضا يعني خلينا نقول عليها بإمكانها أن تضغط على الحكومة الإريترية؟ ما جوابكم؟ بارك الله فيك. طيب، هبدأ بالسؤال الأخير.
التواصل مع سفارات الدول الأخرى حيتم إن شاء الله، وعشان يتم وكل الإجراءات هذه أو الأشياء المطلوبة لتتم لازم أن إحنا نكون مسجلين قانونيا، وعندنا ملفات نقدر من خلاله نطالب بأي حق أو بتقديم أي شيء أو حتى التواصل. فما ينفع نحن كأفراد فقط نشطاء وكذا وملفات ما كاملة نطالب أو نتحرك. فلهذا كان العمل إنه نحن لازم رأينا إنه يتم تسجيل الحملة قانونيا في بريطانيا، وهذا اللي تم. الإجراءات أخذت وقت شوية طويل، كم شهر تقريبا، ويدوب أنجزنا تم التسجيل من شهرين تم التسجيل وكذا. فإن شاء الله بعد كده حيكون العمل. بالنسبة للنظام، هل تم الضغط عليه؟ نحن لا نستطيع أن نضغط، هذا هدفنا، بس اللي بنعمله نتمنى إنه نهدد، حتى لو ما الضغط أو الشيء اللي نتمناه ويكون تهديد. يعني ما مثلا عايزة أسمع يعني لا في لا حاجات يعني احنا ما نبغى نحرجك يا اختي الكريمه، لكن انا اقصد مثلا النظام افرج عن مجموعه من المعتقلين من صغار السن وممن لم يكن لهم تواصل مباشر مع لجنه مثلا الشيخ موسى، اخرجهم واطلق سراحهم. هل كان هذا من خلال ضغوطات النشطاء امثالكم، أو هو قناعة النظام نفسه أن هؤلاء بريئين ليس لديهم؟ وثمة أيضا نسمع أخبار أن النظام سيطلق سراح مجموعة أخرى أيضا في القريب العاجل. فهل هذه فعلا من ثمار جهودكم جزاكم الله خير، أم هي لا علاقة لها بذلك؟ نتمنى أن نكون جزء من الثمار هذه، نتمنى أن نكون، ولكن لا ندري، ما نعرف، وما علينا إلا العمل فقط، وبعد كذا ربنا يسهل إن شاء الله. طيب تمام. أنتم الآن أخرجتم هذه المنظمة الحقوقية، دعينا الآن نتحدث عن المعتقلين نفسهم. هل هناك جهود خاصة في بيان أسمائهم، في ترجمة سيرهم، في جهودهم لماذا اعتقلوا برأيكم؟ يعني فردا فردا، شخصا شخصا، سواء كان مسلم أو نصراني. هل كتبتم هذا؟ هل لديكم موقع إلكتروني ممكن الناس أن تتابع أخبار هؤلاء المعتقلين فيه؟ هل عندكم رصد لكل من اعتقل ظلما وعدوانا، سواء وافق أهله في إظهار اسمه أو لم يوافقوا، باعتبار أنهم اعتقل ظلما وعدوانا؟ هل عندكم هذه الجهود أو لا؟ نعم، عندنا موقع إلكتروني إن شاء الله حيتم هنا إطلاقه قريبا، يمكن في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى حيتم الإعلان عن الموقع الإلكتروني. بنسعى أيوة أكيد دائما إنه نوثق ظروف اعتقالهم، أسمائهم، أماكنهم، أين اعتقلوا ولماذا وكيف. الأهالي كان عندنا مشكلة إنه بعض الأهالي يعني في جانب يقول لك مثلا لا يريد ذكر آبائه أو المعتقلين خوفا أو حرصا على المعتقل، وفي جانب آخر يتفاعل، يتواصل، وعايز يوثق وعايز يتعاون. فحاليا تعدينا المرحلة هذه، أن إحنا أي فرد، أي شخص عندنا معلومة فقط معتقل يجب أن يوثق ويتم يعني إعطاء حقه في هذا أقل حق أو أبسط حق أن إحنا نقدر نقدمه، فبنعمل كذا إن شاء الله. بارك الله فيك يا أستاذة أسمهان نعمان. دكتور حسن سلمان، معظم المعتقلين في سجون النظام علماء ودعاة، ما دور
هيئة علماء إريتريا في ذلك؟ أو ما دور العلماء عموما في اتجاه إخوانهم المعتقلين؟ بس أنا أضيف الجزئية بتاعت أنه إلى أي مدى فعلا هنالك تأثير للتحركات الحقوقية. أنا أرى بأن النظام لو لم يكن عليه ضغوط كبيرة جدا داخلية وخارجية ما كان أطلق أصلا أحد. يعني هذه حقيقة. هو الآن بحكم حتى وجوده، ومن الناس من يذهب إلى أن أصلا المجتمع الدولي أدخله إلى مجلس حقوق الإنسان ليكون عليه مسؤولية وعبء أكبر. أنت إذا كنت تحاكم الدول الأخرى وتتابع قضاياها وتتابع ملفاتها، كيف لا تفتح لنا نحن أن نكون جزء من فهو على كل يبدو خلال الفترة الماضية محاول إنه والله يعمل بعض تلميع الصورة خلال إطلاق صغار السن، من خلال يقول للناس إنه لا قاعد أطلق سراح المعتقل. فالضغط حاصل. أنا في تقديري هنالك ضغوط كبيرة جدا، وحتى هذه اللحظة المجتمع الدولي لم يرفع اسم إريتريا من أنها دولة منتهكة لحقوق الإنسان، بل أبعد من ذلك. هو الآن تجاوز مرحلة انتهاكات حقوق الإنسان إلى أنه يبحث هل هنالك والله جرائم ضد الإنسانية أم لا. هو تجاوز قصة المعتقلين، يعني أقل شيء الآن هنالك ملفات متكاملة. وأذكر يعني في واحدة من جلسات حقوق الإنسان أحد المسؤولين قال والله إن إريتريا دولة يحكمها الخوف والقانون، فإنه والله تشكل عن الدولة انطباع بهذا الشكل ضغط كبير جدا على المسؤولين الأريتريين في الأمم المتحدة. فأنت سنويا عندما يقدم تقرير، وغالبا في بعض التقارير قاعد يحضروا أيضا عدد من الدبلوماسيين والحقوقيين الناشطين نفسهم يحضروهم في جلسات مجلس حقوق الإنسان حتى يقولوا أيضا ويدلوا برأيهم. فهنا الدولة بطبيعة الحال مطالبة بالدفاع عن نفسها وأن تنفي كل المعلومات التي وجهت إليها. فهي أنا أعتقد أنها تعاني معاناة كبيرة جدا. للأسف الشديد طبعا الأنظمة الدكتاتورية بشكل عام تتواطأ فيما بينها. ففي واحدة من الملفات كاد مثلا النظام أن يدان في مجلس حقوق الإنسان، وإذا بعض الدول مثل حكومة السودان النظام السابق تحديدا يقف معها بأنه والله ليست هنالك انتهاكات في حقوق الإنسان وكذا. فهذه واحدة من الإشكالات حقيقة لتواجه الناس، لأنه الناس شغالة بسياسة شيلني أشيلك، يعني تسكت لي في ملف الجنائية بسكت لك في ملف حقوق الإنسان هكذا يعني. فهذه الجزئية. لكن أنا أعتقد أن المسألة إذا أخذت وضعها القانوني ورتبت وحدث لها محامين دوليين سيكون إن شاء الله الأثر كبير جدا. أنا أعتب صراحة، وربما العتب على الجميع، يعني التأخر لهذه السنوات كلها حتى إلى الآن. يعني الأخت تقول بعد أسبوع سنطلق الموقع الإلكتروني، نعم. وتقول أيضا أن المنظمة انشئت في عام 2015 حتى لو كان جهود يعني بشكل جماعي. أي تأخر كبير هذا وتقصير. صحيح. في وجهة نظري. نعم. وهذه ليست قضية سياسية، قضية حقوقية. نعم. قضية حقوقية. يعني نحن لا نسعى لإسقاط النظام، لكن الحق يجب أن يقال، كلمة الحق يجب أن تقال. نعم. الظلم ظلم، ولا بد أن الإنسان يبذل قصارى جهده لحذف هذا الظلم بكل وسائله. وأشوف أنا حقيقة أن الشعب الإريتري في هذا المجال جدا مقصر، وهؤلاء معتقلين. ما هو دور العلماء؟ نعم. دور العلماء هو بطبيعة الحال هو أن يقولوا كلمة الحق في الرضا والسخط. هذه المهمة الأساسية لهم، سواء على الحاكم أو على المحكومين. إظهار ملف هؤلاء المعتقلين، الحديث عنهم، تبني قضاياهم، تعزيز هذه التحركات التي يقوم بها الناشطون ببيانات مثلا تكون على الأقل مفيدة في حق هؤلاء. رابطة العلماء مثلا، رابطة علماء إريتريا يمكن أن تقوم بأدوار في هذا الاتجاه، واعتقد أنه هي باعتبار أيضا مهتمة لما لها من عدد كبير، يعني لما تعرف من أن هنالك أعداد كبيرة جدا معتقلين لأسباب دينية. هي ربما هذه الزاوية تهمها كثيرا، المعتقلين بالأسباب الدينية، تتابع قضاياهم وتحاول أن تتعرف عليهم. فعندها على كل ملف حقوقي في هذا الاتجاه وجهة حقوقية لمتابعة هذه القضايا. لكن أنا أعتقد هنالك أدوار أخرى مطلوبة من العلماء، وهو كيف يمكن أن يكون هنالك تحركا دينيا مشتركا بين المسلمين وغير المسلمين في داخل البلد. لأن الآن ظاهرة المعتقلين ليست هي ظاهرة متعلقة بطرف دون آخر، هي ظاهرة جامعة. فلو مثلا استطاع العلماء
ورجال الدين في الطرف المسيحي أن يصلوا إلى رؤية مشتركة فيما يتعلق بالتحرك الحقوقي والدفع بهذا الملف إلى الأمام وتشجيع الناشطين وتشجيع المنظمات الحقوقية، أعتقد هذا سيكون له دور كبير جدا. أيضا الضغط الأدبي والأخلاقي والمعنوي، يعني لما تكون والله مجموعات رجال الدين والعلماء المسلمين مثلا يقوموا أيضا ببيان مشترك مع بعضهم البعض، ويخرج هذا البيان للرأي العام يخاطب به الجميع، أعتقد هذا أيضا سيعزز إن شاء الله من مصداقية ما يقوله الحقوقيون، وأن القضية ليست قضية سياسية بقدر ما هي قضية حقوقية تمس الإنسان ولها علاقة بالظلم في هذا البلد. ماذا عن المناشط الأخرى كإقامة المؤتمرات وإقامة اللقاءات الصحفية، وكذلك كما تفضلت إقامة الملتقيات العامة هل تم ذلك بهذا الخصوص بخصوص يوم المعتقل؟ أيضا الروابط العلمية الأخرى تجاه معتقلي إريتريا ماذا كان لهم دور في هذا؟ هل تم شيء من هذا القبيل؟ هو على كل بالذات في الأسبوع بتاع أو في الفترة اللي يحصل فيها إعلان النشاط بتاعت يوم المعتقل، كانت تتم مؤتمرات، كانت تتم ملتقيات، كانت تتم يوم صحفي في أكثر من منطقة. يعني مثلا أكثر من مرة حصلت في تركيا مثلا ملتقيات وكانت بنخب من الناس، حصل كذلك أكثر من مرة في بريطانيا أيضا ومنشط كان معلن، حصلت تحركات كذلك في أمريكا أيضا أكثر من مرة. فمن حيث أن المنشط يأخذ طابعه الجماعي، هذه تقريبا موجودة في كثير من المناطق. أضف إلى ذلك زي ما ذكرت لك في كل فترة أيضا يحصل فيها إضافة وتحديث للمعلومات. نحن نحتاج الآن هذه المعلومات التي تم جمعها وتم التوثيق منها والتثبت منها، لأنه أيضا كان الإخوة حريصين في أنه والله موضوع التوثيق حتى لا يضرب المصداقية، لا بد أن يكون والله أنت متأكد تماما من المعتقل واسم المعتقل ومكان اعتقاله، وأن يكون عندك أقل شيء عندك له صورة من الصور تستطيع أن تثبتها أيضا، ويكون عندك شخص أو شخصين من أقربائه مسجلين معك للتواصل. لأن المنظمات الحقوقية عندما ترفع لها مثلا الملفات، إذا لم تكن والله عندك المعلومات وافرة بحيث تستطيع مباشرة يأخذ هذه المعلومات ويتواصلوا مع أقرباء الشخص ليأخذوا مزيد من المعلومات، ما يتم اعتماد هذه الملفات. فعلى كل هذه الفترة الحمد لله الفاتت الناس عموما يعني فيما يتعلق بالملف التوثيقي، أعتقد أن الناس قطعت شوط كبير جدا في الفترة الماضية. جميل. أستاذ أسمهان، بالنسبة لهؤلاء المعتقلين وأسرهم ماذا كان دور النشطاء أمثالكم ودور الشعب الإريتري في العموم؟ المعتقل يعني أسرة المعتقل سواء كان من زوجة وأبناء وبنات، ماذا كان لكم دور في ذلك؟ والله الدور مهما نقدم ومهما نعمل في تقاعس وفي تقصير. يعني بالنسبة للنشطاء وبحجم المعاناة بتاع الأسر والمعتقلين المطلوب كثير، والناس اللي بتفعل وبتعمل جدا ناس قليلين جدا. فنتمنى إنه الناس تتواصل ونحتاج يعني ماذا قدمنا. نقدر نقول الجانب المعنوي كان مهم. الجانب المعنوي في يعني ايش فيدباك بالعربي، الاتصالات اللي بتجينا مثلا، يعني ناس جدا بتشكر في انه الجانب المعنوي وحاسين انه الناس واقفة معاهم وبتعمل وكذا وكذا، فهذا جانب مهم جدا. جوانب تانية مختصرة حاليا بس فقط على الجانب المعنوي والتواصل وحمل الهم معهم. يعني هذه إمكانياتنا المحدودة حاليا، ولكن نتمنى في القادم يكون في إمكانيات أوسع وأكبر بإذن الله تعالى. يعني أنا كنت أتمنى أن أسمع أنكم مثلا ساهمتم في تخريج عدد كبير من أبناء المعتقلين من الجامعات الراقية، ساهمتم في تحسين وضع الأسرة في النفقة،
فلما يعني من خلال وقوفكم معهم لم يحتاجوا إلى مد يد العون من أي جهة من الجهات، ساهمتم في الدعم المعنوي كما تقولين، جزاكم الله خير. كنت أتمنى أسمع عن هذه الأمور. على كل حال لا يكلف الله نفسا في إلا وسعها. اجتهادات، أيوة في اجتهادات فردية من بعض الأفراد مننا يعني، ولكن نتمنى عشان تتم الحاجات هذه كلها نحتاج تضافر الناس كلها معنا، اللي عاملين فقط ناس تعد على أصابع اليد يعني. الله المستعان. دكتور حسن، تعليقكم في هذه النقطة. نعم. وقوف الشعب الإيرتري تجاه إخوانهم، يعني الآن الشعب معظمه يعني 50% أو 60% منه خارج إريتريا، ما في شيء يخوفهم. يعني ما الذي يخيف الشعب الآن؟ أن يتعاون مع الأسرة، أسرة المعتقل، وكل المعتقلين قد تركوا أبناء وبناتا، تركوهم صغارا، بعضهم تركوهم محمولين في بطون أمهاتهم. ما هو دور الشعب الإريتري تجاه هؤلاء الأبناء؟ هو على كل جزء من المهمة الأساسية للمجتمع هو بعد الاعتقال أن يكون هنالك سعي وتحرك في دقيقة واحدة. نعم، سعي وتحرك لإطلاق السراح، وإذا تعذر ذلك يكون هنالك انتقال إلى مسألة التكافل الاجتماعي. طبعا الأخت أسمهان يبدو لي يعني طبيعة الوضع عندنا في إريتريا حساس جدا، ولعل ذلك أنا أعتقد والذي يجعل هذا الملف لا تستطيع أن تقول فيه كل ما هو صحيح. كل ما هو متاح. لكن نحن دائما نناشد الشعب الإريتري الاهتمام بالطلاب، بأبناء المعتقلين، الاهتمام بأسر المعتقلين، وغالبا أنا أتوقع المؤسسات الخيرية ذات الطابع الخيري وليس ذات الطابع الحقوقي هي أكثر التصاقا بهذا الملف. وبالتالي نحن من هذه المنصة نناشد بأنه والله جميل أن المؤسسة الحقوقية أو الجهات الحقوقية تتابع الملف الحقوقي وتسعى جاهدة في أن ما توفره حتى من إمكانات محتاجة إلى أنه والله تسخره للجانب الحقوقي. لكن الطرف الآخر يجب أيضا أن يتكامل المجتمع، كما أن هنالك مؤسسات حقوقية يجب أن تكون هنالك مؤسسات خيرية اجتماعية للاهتمام بهذه الملفات. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا أشكر الأستاذة أسمهان الناشطة في حقوق المعتقلين من خارج الاستوديو، والدكتور حسن سلمان في داخل الاستوديو، والشكر موصول لكم على حسن متابعتكم. وأرى أن الشعب الإريتري مقصر تجاه إخوانه المعتقلين، نستغفر الله ونتوب إليه. على الأقل في هذا الشهر نمدهم بالدعاء الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط لأولئك النفر الذين اعتقلتهم قريش ظلما وعدوانا، فكان يقنط ليثبتهم الله عز وجل على دينه وعلى أن يأجرهم سبحانه وتعالى بالخير. فلذلك أقل واجب ما نقدمه لإخواننا وأخواتنا المعتقلين والمعتقلات الدعاء في هذا الشهر الكريم. كذلك نحثكم يعني نؤكد على ما ذكره الدكتور حسن سلمان في الوقوف مع أسر المعتقلين. والله إن الواحد يخجل أن يكون له فقط كلمة أو كلمتين تقال في يوم المعتقل وطوال العام يكون ساكت. هذا حقيقة معيب. ولكن هذه اللجنة الحقوقية التي الآن هي يعني تنهض وتقوم بهذا، يجب علينا جميعا أن نتضافر في التعاون معها ليصدع الحق ويزهق الباطل، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والسداد. إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم مع موضوع جديد وحلقة جديدة. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.